بسم الله الرحمن الرحيم. إلى بعض من يتكلم في أعراض الناس ولا يهتم، إلى بعض من يستهزئ بالصالحين ولا يهتم، إلى بعض من يتنقص الناس في المجالس ولا يلتفت إلى كلامه. قصة السجين. من هذا السجين؟ ما قصته؟ أوصى النبي عليه الصلاة والسلام ألا يطلق من سجنه ولا يحل من قيده إلا في خير. الصحابة كانوا يحرصون على سجنه ويخافون من جرمه، ولشدة خطره وعظيم جرمه جعل الله تعالى عليه غطاءين، الفكين والشفتين، حتى ما يتفلت من سجنه فيؤذي الآمنين. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما من شيء أحق بالسجن من اللسان. اللسان كمثل السبع إن لم توثقه عدا عليك فأكلك. اللسان خير المسلمين من سلم المسلمون من لسانه ويده. اللسان. فقال عليه الصلاة والسلام: ثكلتك أمك يا معاذ، يعني فقدتك أمك. وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. اللسان. ربما يتمنى أقوام يوم القيامة أن لو كانوا عميا لا يبصرون، لأنه ما ثقل موازينهم بالسيئات إلا ما نظروا إليه من المحرمات. وربما يتمنى البعض لو أنهم كانوا بكما لا يتكلمون، لأنهم ما أوبقهم أصلا في صحائفهم إلا ما فيها من غيبة وسباب وكذب وفحشاء. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فكم بهذه الألسنة عبد غير الله تعالى وأشرك، وكم بهذه الألسنة حكم بغير حكمه سبحانه وتعالى. كم بهذه الألسنة أحدثت بدع وأدميت أفئدة وقرحت أكباد. كم بهذه الألسنة أرحام تقطعت وأوصال تحطمت وقلوب تفرقت. وكم بهذه الألسنة نزفت دماء وقتل أبرياء وعذب مظلومون. كم بها طلقت أمهات وقذفت محصنات. كم بها من أموال أكلت وأعراض انتهكت ونفوس زهقت. فمن العيوب السب. احفظ لسانك فلن تسب. من العيوب ما يقع من خلافات بين الرجل وزوجته، لو حفظ لسانه وحفظت لسانها لكف كثير من هذه الخلافات. من العيوب غيبة الناس. طيب كيف تستطيع أن تتقي ذلك؟ احفظ لسانك. من العيوب ما يقع في قلوب الناس عليك من حقد، لو نظرت لوجدت أنه أحيانا بسبب كلمات خرجت منك فحقدوا عليك بسببها. طيب والحل؟ احفظ لسانك. ومن العيوب التنابز بالألقاب. طيب والحل؟ احفظ لسانك. من العيوب السخرية من الآخرين. طيب والحل؟ احفظ لسانك. قصة سجين. اجعل لسانك مسجونا لا تخرج من زنزانته. اجعل الفكين على حالهما مغلقين واجعل الشفتين كذلك. قصة سجين. احفظ لسانك أيها الإنسان ليلدغنك إنه ثعبان. كم في المقابر من قتيل لسانه كانت تخاف لقاؤه الأقران. كانت تخاف لقاء